يهون عليك يمه تفارقيني، 7 سنين عمرك يتميني. يم الحسن يا ماي عيني، قلبي تفطر جاوبيني، يا قلا الحزن كلمة حجيلي. خرجا إلى المسجد يبكيان، استقبلتهما الناس: ما عندكما يا ولدي رسول الله؟ لعلكما تذكرتما جدكما فبكيتما. قالا: أوليس قد ماتت أمنا فاطمة؟ أنا وإنت إذا نوقع بشدة نصيح يا علي يا علي، إذا علي وقع بشدة شي يصيح؟ رمى عمامته ونادى وفاطمته، صد وضاقت بعين الوسيعة، ونادى يا رسول الله الوديعة، ردت ليك والمهلة سريعة. رجع علي إلى الدار، أخذ بتجهيز الزهراء فاطمة. لما وضعها على المغتسل كان الحسين يناول الحسن الماء، الحسن يصب الماء، علي يغسل فاطمة، أسماء بيدها الضياء. أرجوكم التفتوا، علي يغسل فاطمة، بينا هو كذلك إذ مرت يده على صدرها فقال: يا أسماء علي بالضياء. أقبلت إلي بالضياء، مر بأنامله الكريمة على أضلاعها، ثم نادى: وفاطمة. قالت له أسماء: سيدي ما الذي جرى؟ قال: يا أسماء هذا ضلع فاطمة مكسور، ضلع واحد يا علي وهد حيله. الله، هاي ايش عظمها عند الله ان احنا نبكي على الزهراء فاطمة. رزقنا الله واياكم رضا فاطمة، شفاعة فاطمة. ضلع واحد يا علي وهد حيلك، ضلوع حسين شو تسوي له؟ ضلع واحد ما قدرت حيدر تشوف شلون حالك لو انت تحضر بالطفوف، تشوف حال الوزعت جسم السيوف، ورضوا ضلوعه وقطعه وخنصره. ثم نادى علي: يا حسن يا حسين يا زينب، هلموا وتزودوا من أمكم فاطمة. أقبل الحسنان وقعا على أمهما فاطمة. قال علي: أشهد الله أني سمعتها أنت وحنت، وأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها، وإذا بهاتف ينادي: يا علي نح الحسنين عن أمهما فقد أبكيا ملائكة السماء. أقول: بكت الملائكة يوم وقع الحسنان على أمهما فاطمة. إذن ماذا صنعت الملائكة يوم رفع شبر رأس الحسين؟ يا سلاب تاج حسين قل لي وين لباسه؟ يقل حتى تشلج بذاك على الرمح راسه. وأخرجها علي في الثلث الأخير من الليل. المشيعون للزهراء نفر قليل بوصية منها، لكن من هؤلاء النفر القليل؟ الحسين أمير المؤمنين عمار، أبو ذر سلمان المقداد. لكن حر قلبي لمن حمل جنازته 4 من الحمالين. يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر،
إلى أن دفنها علي ورجع إلى الدار، وجد ابنته زينب جالسة بمحراب أمها فاطمة وضع سراج ضوء. اجى الإمام أطفأ ذلك السراج. قالت له زينب: لم هذا يا أبا؟ قال: بني أي نور بعد نور فاطمة. عاد صعدت زينب إلى سطح الدار، شافت القمر، قالت: يا قمر لا تطلع فقد ماتت فاطمة. الآن اللي فاقد أم عزيزة عليه يسمع هاي الأبيات عن لسان زينب، قلها: يما يما يا الحبيبة يا يما، يما ما لحقت بيك وودعتك، وتابوت الخشب ينباب بيتك. يما لا ردت انا ذكرك يا ضوى العين، اعاين عالمكان البيت قعدين. يما روحك الحمامة تحوم والدور تدور عليك، يما وين صرتي؟ اظل اصورك كل كتر بالبيت، يما هنا انا قمت هنا قعدتي. بعدني بحاجتك يا شجرة البيت، لا ينقطع من غصنك وردتي، ولو بالطيف اشوف انك وترحين، تعال بمعصبك نشف دمعتي. اقول زينب هذا اليوم ابوها علي موجود، خوانها موجودين، لكن شلون حال زينب بكربلاء؟ شافت اخوها الحسين جثة بلا راس، صاحت: دخيلك دخيلك يا المغسل الزهرة بجنحة الليل، ويا الواقف عليها ودمعك يسيل، ترى اخويا بكربلاء من غير تغسيل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حضور علي بن أبي طالب في ذلك القبر. هذه كفت امرأة مات ابنها دفنه بوادي السلام بجوار أمير المؤمنين، ظلت تبكي على قبره إلى قريب مغيب الشمس. لما قامت صارت قدامها قبة أمير المؤمنين، صاحت: دخيلك دخيلك يا علي، هل صار الغروب وليد الصبح يما يقدف انت؟ صحيح الله ورسوله ما يقصرون، لك الليلة الوحشة نريدك انت يا أبا الحسن يا علي. إذا مت فادفني مجاور حيدرين، أبا شبرين أعني به وشبيري، يم حسن يم دقومي لسريع، لا يعوقك عني تراب البقيع، قومي خلي نشوف عبد الله الرضيع. يم حسن يم دقومي مسرعه، قومي خلي نروح يم المشرعه، نشوف ابو فاضل جفوفه مقطعه. أجركم الله جميعا. أسأل الله أن لا يبكي لكم عين يوم القيامة.